يعني برضه عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات، من خلال الشراكات الموجوده دلوقتي، حاسين ان احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله. التعاقد مع شركه شell، شركه كبيره جدا في مجال الطاقه والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع، والنادي الاهلي زي عادته دايما بيعمل شراكه مع كيانات اقتصاديه كبيره وعملاقه، شركه تعكس قيمه الاهلي وشعبيه الاهلي العالميه، وايضا تعكس قيمه الشركات والكيانات الكبيره، طبعا منهم شركه شell. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوه منذ انشاء النادي الاهلي 1907 لغايه النهارده، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الاهلي. جمهور واعي، جمهور عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لناديه،